صباح الخير يا جماعه، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي انتوا طلبتوه كتير، نصايح لثالثه ثانوي دفعه 2024. بما ان السلسله دي بداناها من ثالثه اعدادي لما عملت لكم نصايح لثالثه اعدادي وبعديها اولى وثانيه ثانوي، هنختمها النهارده ان شاء الله بنصايح لثالثه ثانوي دفعه 2024. ومعاكم مريم حسام دفعه 2023 دفعه ثالثه 9 كام. في الفيديو هقول لكم على نصايح لثالثه ثانوي تبداوا السنه ازاي، واسماء المدرسين اللي ممكن تاخدوا معاهم، وايه الاخطاء اللي ممكن تتجنبوها، وهل ثانويه عامه صعبه ولا لا، وحاجات كده يعني. فهشارك معاكم الحاجات دي واكتر ان شاء الله. فبس كده، لو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. اول حاجه خلونا نتكلم عنها، هي ثانويه عامه صعبه ولا سهله؟ معظم الناس بتتكلم عن ثالثه انها سنه مصيريه وسنه رهيبه، ويحسسوك ان انت داخل على منعطف تاريخي ومش هتعرف تعمل حاجه، مش هتعرف تذاكر، مش هتفهم حاجه، مش هتعرف تحل، من كتر ما هم بيتكلموا انها صعبه بطريقه رهيبه. فبقى معظم الناس متوتره منها، بقى معظم الناس اللي داخلين ثالثه يعني هم حاسين انهم داخلين على حاجه هم مش قادرين لها ومش قدها، وبيبقوا خايفين ومتوترين. فبسبب نفس الناس دول انا واصحابي لما دخلنا ثالثه اول شهرين كانوا متلخبطين، بسبب ان احنا جماعه ما احنا بنروح دروس وبنذاكر وبنعمل واجبات والدنيا تمام، فكنا مفكرين ان الموضوع اصعب من كده. يعني طبعا في حاجات صعبه وحاجات سهله وحاجات متوسطه، ولكن الفكره ان انتوا بتبقوا داخلين حاسين ان انتوا داخلين على حاجه فظيعه، فبتلاقوها اللي هو عادي. يعني عادي، ما احنا كنا بنذاكر حاجات قبل كده صعبه وسهله. فين الحاجه الرهيبه، السسبنس اللي في ثالثه؟ ما لقيناش حاجه فظيعه. فاول شهرين كانوا متلخبطين، طبعا مع لخبطه الدروس طبعا، واللي هو لسه البدايه وكده، وفي نفس الوقت عشان ما كناش حاسين ان احنا بدانا ثالثه، من كتر ما اللي هو كل الناس محسسانا ان احنا هندخل نتنفخ من اول يوم. فاللي هو لا، لقينا الموضوع تمام يعني، مش رهيب زي ما كل الناس بتحسسنا. طب هل ثانويه عامه سهله؟ برضو لا. الناس اخر فتره بقت معظم الناس بتحاول تقول ان ثانويه عامه يا جماعه مش اخر الدنيا، وثانويه عامه تقدر ما اعرفش لو ما ظبطتهاش تقدر تعمل كذا وكذا. هو تمام، الكلام ده تمام، بس اللي خلصوا ثالثه وما جابوش الحاجه اللي هم نفسهم فيها، لكن انت لسه بتبدا ثالثه. فالكلام ده بيحسسك ان ثالثه ثانوي سهله، وانك عادي يعني حتى لو ما ذاكرتش هتلم في الاخر. من وجهه نظري ومن وجهه نظر صحابي برضو، ان ثانويه عامه مش صعبه ولا سهله، ثانويه عامه مهمه. وركزوا على الكلمه دي، ثانويه عامه مهمه، سنه مهمه محتاجه منك ان انت تلزم نفسك انك تذاكر الحاجات اللي عليك، ما تراكمش عليك حاجات، ما تزنقش نفسك لاخر وقت في كل حاجه، تلزم نفسك انك تبعد المشتتات على قد ما تقدر. مش كل مثلا لما حد من صحابك نازل يلعب او نازل يعمل حاجه تبقى وراه، لا، بيبقى عندك حته التزام سنه، ان لا انا ورايا مذاكره، عندي امتحان بتاع. فهي سنه واحده هتتعب فيها شويه، وطبعا النتيجه مش بتاعتك، النتيجه بتبقى كرم من ربنا. فلازم من الاول كده يكون عندنا حسن ظن بالله، ويكون عندنا رضا باللي ربنا كاتبه لنا. يعني لو انت عايز حاجه معينه، حط في بالك ان حتى لو الحاجه دي ما جاتش انت راضي برضو. ربنا في الحديث القدسي قال ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك. فارضوا باللي ربنا كاتبه لكم، وحطوا في دماغكم بدايل للكليات اللي انتوا عايزينها. يعني لو ما جبتش كذا ممكن افكر في كذا، انا حابه كذا برضو، عشان لو حصل في اخر السنه وان انتوا مثلا يعني بعد الشر ما جبتوش الكليه اللي انتوا عايزينها، ما تتدمروش او ما تحسوش ان حياتكم خلصت. لا خالص، هو بس حطوا في دماغكم ان انتوا هتسعوا وهتبذلوا اقصى جهد تقدروا عليه، والنتيجه بتاعت ربنا ان شاء الله. ربنا يكرمكم بالحاجه اللي انتوا عايزينها، او ربنا يكرمكم بمكان هيكون خير ليكم. تاني حاجه، ناخد اونلاين ولا سنتر؟ انا بالنسبه لي شايفه ان الاونلاين احسن في حاجه، ان هو بيوفر لكم وقت كبير، وفي نفس الوقت نفس الحصص اللي بتتاخد في السنتر هي بتاخدوها اونلاين، وبرده في متابعه، يعني بيبقى في سكرتاريه كتير ماسكينه الاونلاين. طبعا بتختلف من كل مدرس للتاني، في مدرسين بتشد شويه، في مدرسين يعني مش بتكون شاده قوي. طب امتى اخد اونلاين؟ تاخد اونلاين في حاله ان انت شخص ملتزم، بتعرف ان انت عليك واجب فبتعمله، سواء حد كلمك او ما كلمكش، سواء السكرتاريه بيبعتوا درجات لباباك او ما بيبعتوش، انت كده كده بتعمل اللي عليك وبتذاكر وبتعمل الواجب بتاعك. فلو انت شخص كده وكنت مثلا مجرب الاونلاين قبل كده وارتحت فيه، او كنت ملتزم فيه نوعا ما، فساعتها خد اونلاين وش، ويعني خد اونلاين كمان معظم المواد. لكن لو انت شخص مش بتعرف تجبر نفسك ان انت تعمل الواجبات وتاخرها لاخر الوقت او تنقلها من صحابك، ومش بتلتزم مثلا ان انت تسلم الواجبات والامتحانات في ميعادها، فساعتها هتنزل سنتر، عشان السنتر مثلا مش هينفع تدخل الحصه غير وانت عامل الواجب او عامل الامتحان او كده، فبيبقى في شده سنه للناس اللي مش هتقدر انها تتابع مع نفسها في البيت. وحابه اتكلم عن فكره بس ان في ناس بتحسسك ان انت لو خدت اونلاين في ثالثه انت كده ممكن تضيع. فيا جماعه انا كنت باخد المواد كلها اونلاين ما عدا مادتين، الانجليزي والفرنساوي كنت بنزلهم سنتر عشان كنت حابه ان انا اخدهم سنتر يعني اكتر من الاونلاين، ولكن باقي المواد كنت باخدها اونلاين. فمش معنى مثلا انها كيمياء وفيزياء ومواد صعبه انك لا ما ينفعش تاخدها اونلاين ولازم تنزلها سنتر. الموضوع مش مرتبط بكده خالص. هو كده كده المدرسين بيكونوا متابعين معاك، خاصه لو مدرسين شطار او ليهم سكرتاريه كتير بيكونوا متابعين، فهو الموضوع كده كده معتمد عليك في
الاول والاخر، سواء سنتر او اونلاين، سواء بتاخد مع مدرس شاطر وكبير وفظيع او مدرس عادي. ما تخليش حد يحسسك ان انت لو خدت المواد الصعبه اونلاين انت كده هتفشل فيها، لان انا كتير بيجيلي رسائل اللي هو انا عايزه اخد المواد دي اونلاين بس انا خايفه وهل هضيع فيها وهل مش عارفه ايه. ولا هتضيع ولا اي حاجه، هو بس الموضوع محتاج متابعه في كل المواد، حتى يعني مش كيمياء وفيزياء بس. طيب مين المدرسين اللي انا كنت باخد معاهم؟ هحط لكم اساميهم تحت وهقول لكم برده عليهم دلوقتي. مستر اسلام عطيه كيمياء، مستر محمود فؤاد فيزياء، مستر احمد قطب احياء، ميسيو مصطفى فايز فرنساوي. ولو انتوا ايطالي، صاحبتي ايطالي كانت بتاخد مع سنيوره ساره لو اسمها كده، فيعني بتشكر لي فيها جامد. كنت باخد انجليزي مع مستر حسن النجار ومستر حميده جيولوجيا. وبجد خلونا نتكلم عن مستر حميده، ان بجد كل الحاجات اللي هو قال لنا هتيجي جت فعلا، والامتحان كان فيه تكات بس المستر كان بيدينا تكات اصعب منها. فبجد تقريبا امتحان الجيولوجيا كان من احسن الامتحانات اللي جات لنا، او كنا مرتاحين نفسيا واحنا طالعين منه بسبب بجد مستر حميده، فبجد كتر خيره يعني. فمستر حميده لازم تاخده معايا بجد. اخر حاجه والمستر ده انا ما خدتش معاه، بس بجد كان اكتر مدرس ندمت ان انا ما خدتش معاه، وهو مستر محمد صلاح عربي، او برده مستر رضا الفاروق. يعني الاثنين بجد ممتازين، وبجد ربنا يبارك لهم على تعبهم وشرحهم. مستر محمد صلاح انا ما خدتش معاه، ولكن في الاخر اضطريت اخد مراجعات اليوتيوب معاه، وبجد يعني كنت في اشد ندم ان انا ما خدتش معاه من اول السنه. شرحه بجد ممتاز وبيبسط الدنيا وبيهزر كمان، يعني مش شديد كده وتحس الحصه تقيله على قلبكم، لا حتى لو الحصه طويله بتبقوا نوعا ما راضيين شويه، او بتتفرجوا وانتوا يعني عاملين تاخدوا معلومات وفي نفس الوقت مترتبه بطريقه منظمه. فبجد بجد يعني مستر محمد صلاح خدوا معاه وش. اسامي المدرسين دول هسيبها لكم تحت في الوصف، ولو حابين تاخدوا معاهم تقدروا تدخلوا على صفحاتهم على الفيس وتتواصلوا معاهم. طيب نبدا بقى في النصايح. في حاجات كنت بعملها في ثالثه بجد فادتني جدا، ويعني من اكتر الحاجات اللي انا هنصحكم بيها جدا بجد يا جماعه، من اكتر الحاجات اللي فادتني ان انا كنت بصحى وانام بدري. كنت بحاول من اول السنه شويه ان انا انظم نومي، وبقيت معظم السنه بنام الساعه 10 وبصحى الساعه 6 او 7، يعني في الرينج ده. طبعا مش كل يوم هنام 10 ومش كل يوم هصحى 6، في اوقات كنت بتاخر عادي، بس الفكره بجد ان انتوا لما بتصحوا بدري بيبقى عندكم الوقت مضاعف. فبجد الصحيان بدري كان من اكتر الحاجات اللي فادتني، تحسوا ببركه في الوقت، بيبقى عندكم وقت كبير تخلصوا فيه كل الحاجات اللي وراكم. طبعا لو انتوا من الناس اللي بتحب تذاكر بالليل، يعني مش بقول ان انتوا تغيروا حياتكم او تشقلبوها، بس جربوا، يعني جربوا اسبوع تناموا وتصحوا بدري، وشوفوا هل انتوا كده مرتاحين اكتر ولا مرتاحين ان انتوا تسهروا وتذاكروا بالليل اكتر. فجربوا زي ما قلت تصحوا وتناموا بدري، بجد هيفرق معاكم جدا. تاني حاجه ان انا كنت باخد يوم في اخر الاسبوع اجازه، وبجد الموضوع ده يعني لو حد جالي قبل ثالثه يقول لي انت هتاخدي يوم اجازه في ثالثه، كنت اقول له انت عبيط، من كتر ما الناس بتحسسنا ان ثالثه فظيعه وان كل دقيقه فيها مهمه، وان انت لا انت مش هتمسك الموبايل ومش هتعمل كذا وكذا وكذا وهتوقف حياتك حرفيا. فكان بالنسبه لي فكره ان هل هاخد يوم اجازه، يعني هل ده طبيعي؟ اول شهرين تقريبا ما كنتش بعمل كده، ومع بدايه الشوامل كنت بدات اتخنق. فانتوا متخيلين لو احنا لسه في اول شهرين. ففي مدرس كان على طول بينصحنا ان احنا كل اسبوع ناخد يوم اجازه، يعني نذاكر 6 ايام وناخد يوم اجازه، هو اللي شجعني ان انا ابدا اخد يوم اجازه، وبجد كتر خيره لانها يعني كانت من احسن الحاجات اللي عملتها. ليه بقى؟ لان انا عشان اخد اليوم الاجازه ده لازم اكون مخلصه حاجه الاسبوع كلها، فكنت بتشجع اخلص في ال6 ايام الحاجات اللي ورايا واخد اليوم ده اجازه. لو انتوا هتنزلوا دروس كل يوم ومش هتقدروا تاخدوا يوم كامل اجازه، ممكن تاخدوا نص يوم، ولكن ما تتخلوش عن الموضوع ده ابدا مهما كنتوا يعني مضغوطين، لان النص يوم او اليوم الاجازه ده بيديكوا طاقه بجد ان انتوا تكملوا باقي السنه. يعني متخيلين لو قعدتوا تضغطوا على نفسكم قوي قوي في اول فتره مش هتقدروا تكملوا باقي السنه. يعني اليوم اللي انتوا هتاخدوه اجازه ده بجد هيفرق معاكم جدا في طاقتكم ونفسيتكم، هتعملوا فيه اي حاجه انتوا حابينها. فده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا يعني كده ما وقفناش حياتنا، احنا عادي اللي بيحب يرسم او بيحب يقرا او بيحب يخرج او يعمل اي حاجه، اليوم ده بجد هيبقى تنشيط للطاقه. وحتى لو في البيت عندكم كانوا حاسين ان انتوا كده بتضيعوا وقت، ففهموهم ان انتوا بتجددوا طاقتكم عشان تقدروا تذاكروا. فالوقت اللي بناخده عشان نجدد طاقتنا ده بجد عمره ما كان ضياع وقت، بالعكس ده وقت مهم جدا زيه زي الوقت اللي بنذاكر فيه. حابه انوه عن حاجه، ان حاولوا تهتموا بصحتكم خاصه لو انتوا بتنزلوا دروس، لان انا في اولى ثانوي كنت بنزل دروس في كل المواد، فكانت صحتي متدمره. فانا عارفه ان انتوا لو بتنزلوا دروس كتير اكيد بتاكلوا من بره كتير، فحاولوا لو تقدروا تبدلوا الاكل ده باكل من البيت، او ان انتوا ما تاكلوش من بره كتير. اهتموا بصحتكم، ده بجد هيكون يعني كويس جدا. وعايزه اكلمكم عن حاجه انا مريت بيها. الباب الاول فيزياء ممكن يخنقكم شويه من ثالث حصه تقريبا، يعني ممكن يخنقكم حبتين 3، ممكن درجاتكم تكون فيه مش حلوه، وده اللي حصل معايا. مش بقول ان ده لازم يحصل معاكم، يعني بعض اصحابي لا عادي ما حصلش معاهم كده، بس وارد جدا ان زي الباب الاول فيزياء ان يبقى فيه برضو مواد تانية فيها حاجات انتوا
مهما تذاكروها برضو بتجيبوا فيها درجات مش حلوه، والدرجات دي تتبعت لاهاليكم، ممكن اهاليكم يكونوا شايفين ان ازاي في ثالثه وتجيبوا الدرجات دي وبتاع. فانا حابه انوه لكم من دلوقتي ان ده طبيعي، وان ممكن تزعلوا شويه وممكن تتخانقوا. فبقول لكم كده ليه بقى؟ الحاجه اللي انتم مستصعبينها او شايفين انها يعني معقداكم ومكرهاكم في الماده دي، افضلوا وراها لحد ما تظبطوها. انا عملت ايه؟ فضلت ورا الفيزياء. غالبا الكلام ده على ما بدات افوق كنا في الباب الثاني او الثالث. الباب الثالث هو اكتر باب انا ظبطته في المذاكره، وكان اكتر باب مهم واكتر باب عليه درجات في الامتحان. انا كنت شاريه مذكرات المدرسين، فما كانش معايا كتب زي كتب الامتحان ورقيه، ونزلت كتاب بالفيزياء PDF، وبدات اذاكر من مذكره المستر واذاكر الاسئله اللي بيديها لنا واعمل الواجب بتاعه، واحاول في اخر الاسبوع مثلا احل على الدرس اللي انا خدته ده. فعملت كده في الباب الثالث، وبسبب ان انا حليت في الكتاب عليه مع الافكار اللي المستر بيديها لنا، الباب بقى متظبط معايا وبقيت حباه وبقيت حابه اقعد احل عليه كمان. فانا ما عملتش كده في الباب الاول والتاني، وخاصه الباب الاول فخنقني شويه. فبقول لكم كده من دلوقتي ان حتى لو في حاجه مستصعبينها خليكم وراها لحد ما تظبطوها. يعني انا الفيزياء لو كنت كملت بنفس المعدل بتاع الباب الاول كنت هكرهها، وكنت هفضل في الابواب كلها مخنوقه، بسبب ان انا حطيت الفيزياء كذا يوم في الاسبوع كمذاكره، اللي هو تقريبا كنت بحاول احطها يوم ويوم عشان اخلص الحاجات اللي عليا فيها واحل زياده عشان اظبط الحاجه اللي بايظه مني. بسبب ان انا عملت كده الماده اتظبطت وما كرهتهاش الحمد لله. فلو في حاجه من الاول خانقاكوا او بتجيبوا فيها درجات مش عاجباكوا عادي، ده طبيعي. مش طبيعي ان انتوا تقفلوا يا جماعه، احنا مش بناخد دروس عشان نقفل. كمان معظم المدرسين بيدوا افكار صعبه، فحتى لو جبتوا فيها درجات مش حلوه عادي. يعني احنا المدرسين كانوا بيكرموا اللي ناقص 10 درجات ده بيتكرم، فده معناه ان الامتحانات بتاعتهم صعبه لدرجه ان اللي ناقص 10 درجات بيتكرم. فانتوا فاهمين؟ فاللي هو لو انتوا ناقصين 15 درجه ممكن اهاليكم يحسوا ان هو انتوا ازاي ناقصين كل ده، لان هم بيتكلموا على النظام القديم. فحتى لو نقصتوا 15 درجه عادي، طبعا على حسب المدرس. يعني لو الامتحان صعب ونقصتوا 15 درجه ده عادي، اما لو الامتحان سهل فلا، انتوا كده محتاجين تظبطوا شويه. برضو حابه انوه عن حاجه، في فترات هتلاقوا في شوامل في كل المواد، ولو مش عارفين فالشامل ده بيبقى امتحان على كل اللي خدتوه، سواء اللي خدتوه ده باب بابين 3. فكان في فترات كتير كنا بنتزنق في شوامل مع بعض، اللي هو ممكن الاسبوع كله شوامل او كذا ماده ورا بعض. وطبعا عشان تذاكر 3 ابواب لكل ماده مثلا انت محتاج وقت، فمحتاج تظبط كل ماده. ففي مواد كنا بنروح نمتحن واحنا ما لحقناش مثلا نخلص كل مذاكرتها او كده. فحابه اقول لكم من دلوقتي ان حتى لو اتضغطتوا في الشوامل والامتحانات الكتير ده برضو عادي، هتتخنقوا شويه وهتحسوا ان انتوا يعني الوقت ده ما بيعديش. وبجد في اوقات كان بيبقى عندي ممكن 4 امتحانات في اسبوع واحد، وامتحانات كبيره، يعني امتحانات على كذا باب. فالموضوع كان بيبقى ضاغطني جدا، حتى كان بيجي لي صداع فظيع وعيني كانت بتوجعني. فانا بقول لكم دلوقتي ان ده طبيعي. ممكن تحسوا كأن الايام ما بتعديش او الشوامل دي ما بتخلص، بس والله كل الحاجات اللي قلنا ما بتخلصش، بتخلص وبيجي غيرها وبتخلص ويجي غيرها. فاي فترات ضغط ممكن تعدي عليك وتحسوا ان هي يعني ما بتخلصش، هي بجد هتخلص. فما تقلقوش، انتوا بس محتاجين تعملوا اللي تقدروا عليه وما تضغطوش اوفر على نفسكم عشان ما تكتئبوش يعني. وعايزه اكلمكم في حاجه، لو بتاخدوا مع مدرس او جربتوا مدرس من الاول وحسيتوا ان انتوا مش مرتاحين ليه، حتى لو كل اللي حواليكم متظبطين معاه وبيشكروا فيه جامد، غيروا المدرس فورا بدون تردد. طالما انتوا مش متظبطين معاه ولما جربتوا مثلا تحلوا من كتاب بره ما عرفتوش تحلوا، غيروه. انا مجربه الموضوع ده في اولى وثانيه ثانوي. كنت مع مدرس انا مش مرتاحه معاه او ما كنتش واخده بالي غير لما صحابي خدوا مع مدرس تاني، وخدت بالي بقى ساعتها من فرق المستوى ان المدرس التاني ظبطهم وانا كنت برضو لسه على نفس المستوى وحاسه ان انا مش عارفه احل ومش عارفه اعمل حاجه. ساعتها قررت اغير المدرس، فعلا كانت احسن حاجه عملتها. وللاسف السنه دي في مستر خدت معاه، هو على راسي وبجد محترم جدا وكان في الاول كويس جدا، ولكن في نص السنه يعني هو للاسف ما كانش شادد علينا، فمستوانا بدا يقل في الماده دي جدا. وطبعا مع ضغط مثلا كيمياء وفيزياء وكده فالماده دي اهملنا فيها، او يعني ما اهملناش فيها بشكل مباشر، بس وقعت مننا واضطرينا في الاخر ناخد خاص واضطريت اخد مراجعاتها يوتيوب. فده بسبب ان انا ما رضيتش اغير المدرس، والمدرس اللي انا كنت عايزه اخد معاه كان في القاهره. فبالمناسبه دي ما تكسلوش تاخدوا مع مدرس كويس حتى لو في محافظه تانية طالما عارفين انه كويس جدا. يعني مستر محمد صلاح ورضا الفاروق انا ما رضيتش اخد معاهم في الاول، قلت هاخد من اسكندريه، ايه اللي خليني اروح اخد من القاهره؟ وندمت يعني جدا في الاخر ان انا ما خدتش مع مستر محمد صلاح. فما تعملوش كده، لو في مدرس عارفين انه كويس جدا ومثلا جربتوه يوتيوب مثلا وعجبكم، خدوا معاه حتى لو من محافظه تانية. وحابه اكلمكم عن حاجه، مش معنى ان انتوا في ثالثه ثانوي ان انتوا كده خلاص هتوقفوا حياتكم، هتوقفوا استخدام الموبايل، هتوقفوا كل حاجه بتحبوها. ممكن تحطوا في يومكم حاجات بسيطه بتحبوها ما تاخدش من وقت المذاكره طبعا، وفي نفس الوقت تكون حاجه كده بتجدد طاقتكم. يعني لو انتوا بتحبوا القرايه، ايه المانع ان انتوا قبل ما تناموا مثلا تقعدوا تقروا شويه؟
هل ده اللي هيوقف مجرى ثانويه عامه؟ عشان بس في ناس من بره او ممكن من عيلتكم او من اسرتكم لما يلاقوكم مثلا بترسموا او بتعملوا حاجه انتوا حابينها غير الدراسه بيحسوا اللي هو سيب ده وقوم ذاكر. فجماعه ما انا خلصت مذاكره، لا سيب ده وقوم ذاكر. فممكن الموضوع ده يحصل مع بعض منكم، بس اقنعوهم ان انتوا كده بتجددوا طاقتكم. يا جماعه السنه طويله وللاسف المدرسين مش كلهم بيدوا اجازات في النص، فلو انت ما اديتش اجازه لنفسك انت كده هتضيع. ازاي هتكمل سنه كامله وانت طاقتك مش عارف تجددها؟ فلا مانع ان انت تحط في يومك حاجات بسيطه تجدد طاقتك. ممكن قبل ما تنام تعملها، اول ما تقوم، ممكن في البريكات اللي ما بين المذاكره، بشرط طبعا انها ما تاخدش وقت كبير من مذاكرتك، بس في نفس الوقت تكون حاجه كده بتجدد طاقتك. يعني انا في فتره في ثالثه كان شغفي يعني قالب على القرايه قوي، اللي هو كنت بخلص كتاب وادخل على الكتاب اللي بعده. طبعا مش بقعد عليه مده، بس اللي هو يعني محدده لنفسي ان انا مثلا اقرا شويه قبل ما انام بتاع. فحتى لما كنت بنزل على انستا ان انا خلصت الكتاب ده وبدات الكتاب ده، كان في بنات بتبعت لي اللي هو انت بتعملي الكلام ده ازاي في ثالثه؟ انت بتجيبي وقت منين؟ فجماعه هو الوقت عندنا كلنا، يعني مش معنى ان انا خلصت الكتاب ان انا خلصته في قعده واحده، لا انا ممكن بقالي شهر بادئه مثلا، بس اللي هو كل يوم باخد فيه مثلا 4-5 صفحات بتاع. فكده برده في فتره تانية كان شغفي قالب على الالوان المائيه جدا، وعملت كذا لوحه صورتهم ليكم في الفيديو اللي فات، رسمت كذا رسمه يعني عجبوني جدا وما خدوش مني وقت خالص. يعني اللي هو في البريكات كنت بقوم اعمل شويه وارجع اكمل، ممكن قبل ما انام. فلا مانع خالص ان انتوا تحطوا حاجات بتحبوها، حتى لو بتحبوا تمسكوا الموبايل تقلبوا مثلا على اليوتيوب او كده، طالما مش هياخد من وقتكم. يعني طالما محددين لنفسكم يعني بالكتير قوي انا نص ساعه وقايم، او في اخر اليوم كده تسيبوا ساعه اخر اليوم تعملوا فيها حاجه انتوا حابينها عادي. اما لو هياخد من وقتكم زي مثلا انتوا تقعدوا تقلبوا على الفيس، وبالمناسبه الفيس ده بجد اكتر تطبيق يعني ممكن يخنقكم لو قعدتوا تقلبوا عليه، وكميه صياح مش طبيعي وكميه ضياع وقت مش طبيعي، وفي حاجه انتوا مش حابينها. يعني هتلاقوا نفسكم بتقلبوا وبتتخانقوا، مش بتقلبوا وتستمتعوا. فما تضيعوش وقت على الفيس، وما تضيعوش وقت عموما كتير على الموبايل. وبمناسبه الكلام على الموبايل، ففي حاجتين عملتهم ساعدوني اقلل الموبايل بشكل كبير في ثالثه. اول حاجه اني نزلت برنامج ستاي فري، هحط لكم صورته هنا. بجد البرنامج ده يعني ساعدني جدا، لان انا اول فتره نزلته قعدت اكتشف فيه حاجات، واكتشف ان انا لو عملت كذا بيقفل لي كذا وحاجات كده يعني. فكان بيقفل لي التطبيقات اللي انا بحددها، كان في تطبيقات ممكن احدد ان انا اقفلها طول اليوم، كان في وضع تركيز ان لمده ساعه مثلا او ساعتين مش هيفتح لي التطبيقات برده اللي انا محدداها. فالبرنامج بصراحه جميل وبيحدد لكم استخدامكم كل يوم. وتاني حاجه عملتها ان الموبايل بتاعي كان فيه وضع التركيز اصلا ده على الموبايل، فلما كنت بعمله كنت محدده تطبيقات معينه زي الفيس والانستا ويوتيوب وكده، كنت محدده ان هو يقفلهم لي، وان انا مش هينفع افتحهم غير 5 دقايق. يعني لو دوست على التطبيق بفتحه 5 دقايق وهو بيقفله تاني. فممكن تعملوا ده برده. وبرده في حاجه عملتها في الاخر، انا قلت طبعا ان انا بضيع وقت على الفيس بلا هدف وبيخنقني وخلاص، فغيرت مكان الفيس اللي انا متعوده ان انا بفتح ادخل على طول على الفيس، يعني حتى من غير تفكير، اللي هو فتحت الموبايل دخلت على الفيس بجد. فغيرت مكانه وخليته في حته تانية، بحيث ان انا على ما اوصل للفيس لسه هقلب وادخل في مكان تاني غير اللي كنت متعوده ان انا حاطاه فيه. فممكن تعملوا الحاجات دي، يعني ممكن تفرق معاكم شويه في استخدامكم للموبايل. ولو انتم مش عارفين تبطلوا استخدام الموبايل وانتم بتذاكروا بعيدوه خالص، حطوه في اوضه تانية برده، دي حاجه عملتها في فتره. او ادوه لحد من اهلكم وعرفوهم ان انتم مش هتاخدوه غير لما تخلصوا الحاجه دي، فطبعا مش هيدوا لكم غير لما تخلصوا الحاجه دي. طيب يا جماعه انا جايه لكم من فقره ما بعد المونتاج، ولقيت الفيديو طويل فقررت ان انا اقسمه على جزئين، فده هيكون الجزء الاول، والجزء الثاني ان شاء الله هينزل بعده. فلو انتوا وصلتوا لحد هنا اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ان شاء الله اشوفكم في الجزء الثاني من الفيديو ده، ومع السلامه.